السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. النهاردة يا حبايبي معانا فيديو جديد، بس قبل ما نبدأ اي حاجة كده احنا متعودين دايما مع بعض بنصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة يا حبايبي اهوت حبايبي الحلوين عيالي، ربنا يبارك لي فيهم يا رب ويجعل لكم اولادكم كده من حفظة القرآن الكريم. قبل ما ننزل تحت عند حماتها اهوت قلت لهم راجعوا كده قبل ما تمشوا على الكتاب وصلوا الصبح اهوت، ربنا يبارك فيهم ويدوم الصحة يا رب. وهينزلوا بقى يمشوا يا حبايبي كده على الكتاب، وانا هنزل بقى تحت عند حماتي علشان احنا متعودين دايما كده اما بنصحى الصبح بننزل على طول لحماتي. تعالوا بقى قبل ما اول ما بننزل كده يا حبايبي لازم نسقع اللمية علشان خاطر اما تكون اللمية ساقعة كده، لازم بتسقع اللمية علشان خاطر تبدأي يومك حلو. تعالوا كده نشوف ايه مشينا مع بعض كده ازاي. ربنا يبارك فيكم ويبارك لكم في اولادكم، يجعل لكم اولادكم كده يا رب من حفظة القرآن الكريم، واسترها معانا ومع المسلمين اجمعين، وينصر اهل فلسطين يا رب، ويوفق اولادنا اللي في الثانوي ربنا ينجحهم. ويا حبايبي كده فاضل ايام والشهاده تبان، ربنا يحقق لهم كده يا رب اللي بيتمنوه، ربنا يديكم الصحه. شايفين اهوت يا حبايبي بعد ما لنا كل لازما كده حمايه بيرضاش يفطر الا لما احنا بنروق الدار الاول. يقولوا يا حبايبي روقوا الدار ما تعلموش مين اللي يخش. دايما ست تقولك اكنس ورش ما تعلمش مين اللي يخش. يعني نضفي دارك الاول، لازما بيتك يبقى نظيف قبل اي حاجه علشان خاطر لو حد جه وكده يبقى بيتك نظيف. بحبكم في الله وبحب اشارككم دايما معايا في كل حاجه، ربنا ما يحرمنيش منكم وما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميله. تعالوا كده بقى نشوف ايه بعد ما خلصنا كده، هنشوف عملنا ايه وفي حاجه اتغيرت في الصلاه. اللي هيعرفها كده يكتب لي التعليقات، وانا قبل اي تعليقات منكم ربنا يخليكم ويبارك فيكم ويديكم الصحه يا رب. ادينا وقت يا حبايبي كنسنا ومسحنا ونفضنا فرش الكنب كده عشان احنا كنا لسه غاسلينه مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي غيرنا الستاره كده اهوت علشان خاطر ايه يبقى ايه تغيير على طول كده، لازم تغيري كده على طول في الشقه. شلنا الستاره يا حبايبي اللي كانت هناك ديت علشان الدنيا حر، ديت خفيفه عندكها، وحطينا ليه ديت بتاعه الصيف. واهم حاجه لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصلوك كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. بحب اشارككم معايا دايما في كل حاجه، ربنا ما يحرمنيش منكم. تعالوا بقى بعد ما عملنا الصاله هنخش بقى يا حبايبي على اوضه حماية، دايما كده بيحب اوضته نظيفه. ربنا يديله الصحه يا رب ويشفيه ويتم شفاه على خير كده ويسترها معانا ومع المسلمين اجمعين. انا دايما يا حبايبي دايما على طول كده ببقى منضفه له، لان هو ما بيعرفش يقعد في مكان لما بيكون نظيف. ادينا اهو دخلت على اوضه حمايه كده رتبتها له. بصوا انا لسه عاملاها يعني امبارح، ولما الحاجات اللي فيها وكده هنخش بقى ترويقات من بره كده يا دوب ايه علشان خاطر يبقى ايه الاوضه نظيفه وكده. بحب اوضته نظيفه على طول. ودايما كده يا رب نكون مع بعض، ربنا ما يحرمنيش منكم ما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميله. دايما كده يعني ايه تكونوا منورين لقناتي، ربنا يخليكم ويخلي لكم اولادكم وينصر اهل فلسطين وينصرهم يا رب على من يعديهم. ربنا كده يحبب فيكم خلقه ويصلح حالكم. دايما ست يا حبايبي بتقول لي اخدمي بذم، بيت الراجل زي الجامع، ما تفكريش ان تعبك ده بيروح على الفاضي. تعبك ده يا حبايبي هيبقى لكم في الاخره، ربنا يدوكوا الصحه، بس الصحه تدوم. تعالوا بقى بعد ما خلصنا اوضه حمايه كده هنخش نعمل الغدا بقى سريع كده. عندنا اسهل حاجه يا حبايبي بنعملها الرز ده ابو شعريه. لازما كده وقتك كده ايه ما بياخدش معاك وقت وبيكون ايه سريع، وهم هنا اصلا بيحبوه احسن من الرز الابيض والرز الحبايه وحبايه وكده، بيحبوا يعملوا رز بشعريه. تعالوا بقى نشوف عملنا الخطوات ازاي. انا عارفه كمان ان انتوا بتعملوا احسن مني، بس انا بحب اشارككم دايما معايا في كل حاجه. ربنا ما يحرمنيش منكم ويدوم المحبه ما بيننا يا رب، ربنا يوفقكم ويسترها معانا ومع المسلمين اجمعين. شايفين اهوت يا حبايبي ما شاء الله الشوربه اهوت، انتوا شايفين انا بعملها معاكم ازاي، بتخلي الشوربه صفرة كده وجميله ومفيش ريحه زفاره يعني ايه، والطعم بيبقى حلو. الليمون يا حبايبي ما بتعصروا الليمونه وتحطها في الشوربه ولا الحله بتزرق منه، وطعم الشوربه بيبقى جميل ولا بتبقاش لونها اسمر وكده، بتبقى مصفرة وجميل. بس لو وصلتوا معايا اهم حاجه لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان خاطر يوصلوك كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. شايفين في الفيديو اللي فات انا كنت بغسل الفراخ ازاي، لازم تغسليها علشان خاطر ما يبقاش ريحتها زفاره بليمون وخل. الخل يا حبايبي ما بينحطش في الفراخ لان بيحتفظ بريحه الزفاره. الليمون ما بيخليش الفراخ ريحتها زفاره، الليمون والملح. تعالوا بقى نحمر الشعريه اهوت مع بعض. هنا كده بيحبوا الشعريه اكتر من الرز لان بيبقى طعمه حلو وكده،
ويا ريت فيديوهاته تعجبكم، ويعني ودايما كده تشاركوني في كل حاجة، ربنا ما يحرمنيش منكم. الايام دي يا حبايبي المحشي غالي وكل حاجة غالية، ربنا يسترها كده علينا ويعدلنا الايام ديت على خير. شوية تلاقي حاجة رخيصة وشوية تلاقي حاجة غالية، يعني ايه ربنا يسترها كده. شايفين اهوت بعد ما حطينا الرز اهوت هنزوده. لازما يا حبايبي تغسلوا الرز كده في الصيف جامد علشان خاطر الدنيا حر، ممكن الرز بتاعك يكون فيه سوس او دود او كده من الدنيا الحر. لازما تغسليه، بلاش المصفى بقى في الصيف، لازما كده تحطيه في حلة ولازما تغسليه مرة واتنين وتلاتة عشان تتأكدي ان هو نضيف مفيهوش اي حاجة، علشان خاطر بعد ما تعمليه ممكن يبوظ منك او كده، فالدنيا غلا يعني ايه ربنا يسترها كده ويبعد عنا الحاجات الوحشة دي. شايفين اهو هنغطي بقى على الرز وهنرجع نعمل ايه حبة ملوخية حاجة خفيفة كده. ادينا اهو حطينا حتة زبدة وقطعنا كده حطينا كده شوية هريسة توم وقرن شط اخضر، وهنقلب ده كله مع بعض لحد ما بيحمر كده. وايه احنا عندنا يا حبايبي بنحط الشوربة على طول على الحاجات دي. في ناس في طريقة تانية ان انت تعملي الاول الشوربة وبعدين تحط فيها الملوخية وبعدين تعملي في طبق كده التوم والبتاع، بس كده ايه طريقة سهلة وبسيطة وبتخلي الاكل طعمه جميل وحلو. شايفين اهوت ما شاء الله الرز بعد ما طاب يستاهل بقكم، ربنا يخليكم ويخليكم اولادكم، ودايما كده يا رب ايه تشاركوني في قناتي. شايفين اهوت يا حبايبي ما تحطيش الملوخيه الا لما الشوربه معاكي تغلي، ويا دوب تقلبي في الملوخيه على طول علشان خاطر الملوخيه ما ترقدش منك وتسمر وكده. ديت خطوه جميله هي برضو، يا ريت تعجبكم. واهم حاجه لو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصلوك كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. بحبكم في الله وبحب اشارككم دايما معايا في كل حاجه. شايفين يا حبايبي الملوخيه لونها اخضر ازاي وجميل ازاي. تعالوا بقى كده نشوف الاكل بعد ما خلصناه مع بعض، ان شاء الله هيعجبكم قوي وهتستفادوا منه. ويا ريت تحطوا لايك كتير، واللي لسه مشترك في القناه يفعل زر الجرس ويكتب لي تعليق جميل كده، ربنا يخليكم ما يحرمنيش منكم. شايفين اهو الرز مفلفل وجميل، وده كان عندي حبه بطاطس كده من امبارح حبيت اسخنهم برضو يبقى تغيير كده جنب الاكل والملوخيه، وما شاء الله لا قوه الا بالله. كده يا حبايبي بعد ما خلصت بصوا والله العظيم ولا تعب ولا حاجه، ربنا بيقويكي كده وبيديك الصحه. تعالوا بقى شوفوا ستي ديت يا حبايبي، ست جوزي ربنا يخليها يا رب ما يحرمنيش منها. دايما كده يا حبايبي بتدعي لي ربنا يبارك في عمرها ويديها الصحه يا رب. هي ست كبيره بقى ايه، هي بتدعي يا حبايبي بس اللي هي بتتعب بسرعة. يا رب كده ايه فيديوهاتي تعجبكم. وتعالوا بقى كده نشوف مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا شوفوا بقى ستي بعد ما دعيت. الله يخليك يا آلاء، يرضى عليك ما في التم وما في الأرض والحصى في الأرض، ترضى عليك غسلالي كنتالي عمالي كل حاجة حلوة، يجعله حنين عليك يا بنت يا حبيب فيك خالقه، يرضى عليك برضاه ويقبل عليك ستر وطاه، تنسطري في دنيتك وآخرتك يا بنت، ويخليهم لك وينجح لك عيالك يا بنتي، يا رب ينجحك ويخليهم لك، يا رب يرضى عليك برضاه ويقبل عليك ستر وغطاه، تنسطري. ادعي لهم بقى يا ست عشان هم كمان بيشاركوني في قناتي، ادعي لهم دعوة كده ربنا ينجح لهم اولادهم. يا رب ينجحهم ويحبب فيهم خلقه، يا رب ينجحهم ويحبب فيهم خلقه، يا رب يا رب يجري قناتهم، يا رب يبارك لهم في صحتهم، الصحة ما فيش أحسن منه، يرضى عليهم ما في السما وما في الأرض، يخليهم لك يا بنت، يا رب يخليهم لك، يا رب تنسطري واجعلك حنينة على عيالك.